السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أبطال تالتة إعدادي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. النهارده هنحل امتحان على الدرس الثالث، خصائص سكان العالم. وقبل ما نبتدي نعمل لايك للفيديو، شير والاشتراك في القناة ونفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال رقم 1، اختر الإجابة الصحيحة من ما بين القوسين. زيادة عدد الأطباء في دولة ما يدل على زيادة الرعاية الطبية، وينطبق ذلك على دولة مين؟ دولة الأردن. رقم 2، تعد الهند من الدول ذات الدخل الاقتصادي أقل من المتوسط. رقم 3، يزداد عدد العاملين بالزراعة في الدول ذات الدخل المنخفض. اللي بيعملوا بالزراعة هي الدول ذات الدخل المنخفض. رقم 4، الاعتماد على مصادر الطاقة غير المتجددة كان سببا في تصنيف دولتي نقط ضمن الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. طالما قال مصادر الطاقة غير المتجددة فهو بيقصد بيها ايه؟ البترول ومشتقاته، فهقول هما دولتي الكويت والسعودية. السؤال رقم ب، الرسم البياني الذي أمامك يمثل معدل الوفيات في قارات العالم لعام 2014. من خلال دراستك أجب عما يلي: ما العوامل المؤثرة على معدلات الوفيات في العالم؟ رقم 1، حيث تتمثل في مستوى السكن والتغذية والخدمات الصحية العامة، فنجد أن معدلات الوفيات بتقل في الدول التي تراعي مستويات الوقاية الصحية وحماية البيئة من التلوث. معدلات الوفيات بتزداد فين؟ في الدول التي تقل فيها الرعاية الصحية وتنتشر فيها الأمراض. رقم 2 كمان عندي من العوامل المؤثرة على معدلات الوفيات هي الحروب والكوارث الطبيعية كالجفاف والزلازل التي تؤدي إلى زيادة معدلات الوفيات. رقم 2، فسر ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية بأفريقيا. ايه هو أسباب ارتفاع معدل الزيادة الطبيعية في قارة أفريقيا؟ بسبب ايه حبايبي؟ بسبب زيادة عدد المواليد وقلة عدد الوفيات نسبيا. رقم 1، بسبب الرعاية الصحية. رقم 2، الاهتمام بصحة الأطفال. السؤال رقم 2، اكتب ما تشير إليه كل عبارة من ما يأتي. إحدى دول أمريكا الشمالية وذات دخل اقتصادي أقل من المتوسط هي دولة هايتي. فئة عمرية تضم من تزيد أعمارهم عن 65 عام هي فئة كبار السن. يعني هي واضحة، بتزيد أعمارهم عن 65 يبقى هي فئة كبار السن. فئة كبار السن. رقم ب، ما النتائج المترتبة على سعي مصر إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم؟ أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة المتعلمين في مصر إلى نحو 65% وانخفاض نسبة الأمية. ما العلاقة بين عادات وتقاليد بعض الشعوب ومعدلات تعليم الإناث؟ تؤثر بعض عادات وتقاليد الشعوب في معدلات الإناث مثل إيه؟ 1، حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخطأ. رقم 2، تفضيل الزواج المبكر للإناث. وبكده حبايبي نكون انتهينا من حل أسئلتنا النهاردة. أتمنى يا رب إن الفيديو يكون دخل عليكم بالفهم والنفع والسهولة واليسر، وأتمنى لكم مزيدا من النجاح والتفوق والفلاح. ولو استفدت من الفيديو اضغط لايك وشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد بأمر الله. وألقاكم في درس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.